ننتقل الآن إلى سرد قضية اليوم التي سنعرضها بالتفصيل ونحلل إجراءاتها القانونية والواقعية. كما تعهدت لكم دائما سألتزم بالتنوع في أنواع القضايا لتعم الفائدة ونضيء زوايا متعددة من العمل القضائي والشرطي. قضية اليوم تندرج ضمن قضايا الابتزاز، وهي قضية حساسة تمس كرامة الأشخاص وسلامتهم النفسية والاجتماعية، لذلك سنتناولها بعين القانون وضمير المجتمع. الموضوع بدأ بوصول رجل إلى مركز الشرطة وبتسجيله لشكوى رسمية. المشتكي رجل متزوج وله أبناء، وقدم نفسه كمواطن عادي يعيش حياته ويتحمل مسؤوليات أسرية. باختصار، لقد بدأ يتعرض منذ فترة لمضايقات متكررة عبر الهاتف، مكالمات ورسائل نصية من رقم مجهول تتضمن مطالب مالية وتهديدات بنشر مواد مسيئة أو مشاهد مزعومة يمكن أن تضر بسمعته وسمعة أسرته. المبتز حسب أقوال المشتكي لم يقدم دليلا ماديا واضحا على وجود فعل مخجل فعلا، بل اعتمد في تهديداته على ادعاءات وإيهامات تحمل تهويلا وإرهابا نفسيا. المبتز كان يطلب مبالغ ويهدد بنشر فيديو مفترض، وبمواقف إضافية تتضمن عبارات تحقيرية ووعودا بإخراج المشتكي من البلاد أو تعريضه لمواقف صعبة أمام المجتمع إن لم يستجب لمطالبه. المشتكي صرح بأنه لا يقوم بأي فعل مشين أو مخالف، وأنه لا يملك مادة يمكن أن تشكل فعلا مجرما أو فضيحة حقيقية، وقال إنه لا يعرف صاحب الرقم المجهول ولا تربطه به أي معرفة سابقة، وعليه قرر اللجوء إلى السلطة الأمنية لتسجيل شكوى رسمية وطلب اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته وكشف هوية الفاعل. بناء على الشكوى، باشرت النيابة العامة وإدارة المركز المختصة إجراءات الاستقصاء الأولية، وقد أعطت النيابة تعليماتها بفتح تحقيق إداري وجمع الأدلة، فاستمعت الشرطة إلى أقوال المشتكي بشكل مفصل، وسجلت كل ما قدمه من رسائل ومحادثات كمستندات ترفق بالملف. وقد حرص الضباط على توجيه نصائح عملية للمشتكي، منها عدم التواصل مع الرقم المجهول وعدم حذف أي من الرسائل أو المكالمات الواردة، لأن مثل هذه الأدلة قد تكون محورا أساسيا في الإجراءات القضائية لاحقا. كما تم اتخاذ الإجراء الفني القانوني المطلوب لطلب كشوف الاتصالات، إذ رفعت الجهات المختصة طلبا رسميا إلى شركات الاتصالات لاستخراج كشف المكالمات الواردة والصادرة المرتبطة بهذا الرقم المبلغ عنه، وذلك بغية تحديد هوية المتصل ومكانه وربطه بأي حساب أو اشتراك باسم شخص ما. وقد أوضح الضباط للمشتكي أن إجراءات الحصول على بيانات الاتصال قد تأخذ بعض الوقت بسبب المساطر الإدارية والقانونية، وأنه سيتلقى إشعارا فور التوصل إلى النتائج. المشتكي حضر مع رسائل سابقة ومحادثات محفوظة على هاتفه كأدلة، فأرفقها بالملف. تبين من محتوى تلك الرسائل وجود تهديدات صريحة ومطالب مالية متقطعة، إضافة إلى رسائل تحمل لغة توعيد وتشويه للسمعة. وقد سجل المشتكي أيضا حالات هاتفية متكررة، وهو ما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراء للحفاظ على هاتف المشتكي والأدلة الرقمية وتفريغها إن اقتضى الأمر. أثناء سير الإجراءات، ورد في أقوال المشتكي أنه تعرض للتهديد لفظيا بأن سيخرج من البلاد أو يعرض لمشاكل اجتماعية وقانونية إن لم يمتثل لمطالب المبتز. كذلك بين أنه شعر بالخوف على أسرته وسمعته، لذا أسرع إلى المركز لطلب الحماية القانونية. هذا الخوف النفسي والاجتماعي هو أحد أهم أسباب اللجوء للشرطة في حالات الابتزاز، لأن الضحية كثيرا ما يشعر بالإحراج أو العجز عن المواجهة بمفرده. الجهات الأمنية نصحت المشتكي أيضا بتوثيق أي اتصال جديد، وبإحالة أي مواد إضافية تصل إليه فورا إلى الجهات المختصة. كما طلب منه أن يبلغ بأي اتصال يصل إلى أفراد أسرته أو أقاربه، لأن المبتز قد يسعى للتوسع في دائرة الضحايا لإحداث مزيد من الضغط. وكان حضور شقيق المشتكي ذا فائدة، إذ أفاد بأن المبتز اتصل به أيضا، ما يؤكد توسع رقعة التهديد، وربما يدل على أن الفاعل يسعى لإظهار قدرته على الإيذاء وإحداث الرعب في محيط الضحية. من الناحية القانونية، تندرج مثل هذه الوقائع تحت مسمى الابتزاز والتهديد عبر الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بأحكام قد تتراوح بين الغرامات والسجن، بناء على جسامة الفعل وحجم الضرر والمسلك الإجرامي المتبع. وتكون الأدلة الرقمية مثل الرسائل المسجلة، سجلات المكالمات، وبيانات شركات الاتصالات مفتاحا لكشف هوية مرتكب الجريمة وربطه بالوقائع. النيابة العامة بعد استلام ملف القضية والأدلة المبدئية أصدرت توجيهات تتعلق بالتحقيق الفني والجنائي،
استكمال استخراج كشف المكالمات الخاص بالرقم المبلغ عنه، التحقق مما إذا كان الرقم مسجلا باسم شخص ما، وفحص محتوى الرسائل على نحو فني للتثبت من مصدرها وطبيعتها. وكذلك أشير إلى ضرورة التواصل مع الجهات القضائية المختصة لطلب أي إجراءات قضائية مستعجلة إذا ظهر وجود تهديد حقيقي يمس سلامة الضحية أو أسرته. من جهة أخرى يمتلك التحقيق صعوباته، فالمجرمون في كثير من الأحيان يستخدمون أرقاما مجهولة أو بطاقات سيم مسجلة بأسماء زائفة، أو يلجؤون إلى تطبيقات وموازنات دولية تغمض الأثر وتطيل مدة التعقب. كما قد يلجؤون إلى استغلال ثغرات تقنية أو شبكات وهمية. لذا أشار الضباط إلى أن كشف هوية الفاعل قد يستغرق وقتا، وأنه من الضروري صبر المشتكي وتعاونه الكامل من جهة، وتعاون مزود الخدمة من جهة أخرى، لأن كشف بيانات الاتصالات يتطلب إجراءات قانونية دقيقة. في هذا السياق شدد فريق التحقيق على جانب حماية الأدلة الرقمية، والذي يتضمن منع المشتكي من حذف الرسائل أو إعادة تشغيل مقاطع الفيديو المزعومة، وتسجيل أي اتصال جديد فور وقوعه، وكذلك حفظ الهاتف بشكل آمن إلى حين استكمال الفحص الفني. كما أوصى المحققون بتغيير أرقام الاتصال الحساسة وتوخي الحذر في مشاركة المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل. وفي خطوة عملية أحيلت المعطيات الفنية إلى جهة فنية مختصة داخل مديرية الأمن للمباشرة في تفريغ محتوى الهاتف وتحليل الرسائل والوسائط المرفقة إن وجدت، وذلك باستخدام أدوات وآليات تقنية تهدف إلى الحفاظ على سلامة البيانات وسنديتها القانونية أمام المحاكم. كما تم التنسيق مع قسم الشكاوى لتسريع إجراءات الطلب الموجه إلى شركات الاتصالات. من الناحية الاجتماعية، أعاد هذا الملف تسليط الضوء على هشاشة بعض الأشخاص أمام الجرائم الإلكترونية والتهديدات عبر الهاتف، وأهمية وعي الجمهور بحقوقه وطرق حماية نفسه قانونياً. فالكثير من الضحايا يتأخرون في اللجوء إلى الجهات المختصة خوفاً من الفضيحة، بينما يتفاقم الضرر لو تأخر الوقت. وقد كرست هذه القضية مثالاً عملياً يدعو إلى الشجاعة في التبليغ واللجوء إلى القانون فوراً. النيابة العامة بدورها أكدت على سرية التحقيق وحماية المشتكي، وطلبت من الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الأشخاص الذين قد يتعرضون للتهديد والابتزاز. كما أبدت النيابة استعدادها لمتابعة الملف بصرامة لحين الوصول إلى مرتكب الجريمة وتقديمه إلى القضاء. في الختام، ما زال التحقيق جاريا، مع توقع أن تكشف كشوف الاتصالات مزيدا من المعطيات التي قد تربط الرقم المجهول بشخصية محددة أو بشبكة من المحاولين لارتكاب جرائم مماثلة. والرسالة الأساسية هنا واضحة: مواجهة الابتزاز تبدأ بالتبليغ الفوري والحفاظ على الأدلة الرقمية والتعاون مع السلطات المختصة، لأن الوقاية القانونية والسير السليم في المساطر القضائية هما السبيل الأمثل لحماية الحقوق والكرامة. نشكر لكم حسن المتابعة، وسنوافيكم بكل جديد في هذه القضية فور توفر معطيات إضافية. كونوا دائما على تواصل معنا، وحافظوا على حذركم الرقمي، ولا تترددوا في مراجعة الجهات الأمنية عند أي تهديد أو محاولات ابتزاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.